حلو بقى النهارده نعمل مع بعض طبق كبده مشويه بجد عالمي. هقولك ازاي ما تنشفش معاكي وتبقى مستويه وطريه وطعمها بجد خطير ومناسب لو حد بيعمل دايت او ما بيحبش ياكل مقلي. الطبق ده مناسب جدا ليه. تعالوا اوريكم انا عملته ازاي. انا هنا هعمل التتبيله كتيره كده، هشيلها في بطرمان واوريكي هحتفظ بيها ازاي تقعد معاكي زي ما تقعد. هجيب راس توم كده كبيره او 3 4 معالق برضو كبار كده من التوم المفروم، وهحط عليه حبه ربع كوبايه من الخل كده وليمونتين، عصير ليمونتين. وهحط فلفل رومي وفلفل سبايسي. هو الفلفل السبايسي مش هيخليها حراقه بس بيعلي معانا التيست حلو قوي. خلاص هحط بقى البهارات، هحط كمون وكزبره وملح، كله معالق كده صغيره ما عدا الملح معلقتين عشان التتبيله لازم تبقى يعني تبقى ملحها مظبوط ما تبقاش دلعه. فحطيت معلقتين من الملح. خلاص هجيب برطمان بقى، طبعا انا مش هستعمل كل التتبيله دي، انا هاخد معلقه واحده بس من التتبيله زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هاخد معلقه واحده واتبل بقى الكبده. طبعا هنا الكبده معانا ما بتتغسلش، ما حدش يغسل الكبده عشان لو كبده اتغسلت بتدي تست زفاره كده مش حلو. خلاص هخدت معلقه واحده كده، والباقي بقى البرطمان كده هحط على وشه شويه زيت واشيله بقى في التلاجة. هيقعد معاكي بقى لغاية اما يخلص، مش هيجراله اي حاجة، الزيت مادة حافظة. استعمليه بقى في حاجات كتيرة، سمك، كبدة، مسقعة، تتبيلة طماطم، بينفع بقى وبيبقى خطير. خلاص هجيب بقى جريل كده وفي حبة زيت صغيرين زي ما انتوا شايفين، واول ما الجريل يسخن كده لازم انزله سخن، اروح منزله الكبده، هسيبها مش هاجي جنبها لغايه اما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، وهروح قلبها. اما تاخد برضو اللون من الناحيه التانية هشيلها، وهتبقى معاكوا بقى بمنتهى السهوله، وطعمها بجد تحفه وطعمها رائع وطريه على فكره. يعني مش معنى انها كبده مشويه انها تبقى ناشفه، لا كانت طريه والتتبيله شاربه منها وحلوه جدا. طب انتي مش عايزاه كده بنفس التتبيله اللي احنا عملناها، ممكن تتبليها برده وتحمريها كبده برده عادي جدا. وعملت بقى جنبها بطاطس بيوري ودبس رمان وبس كده حبايبي.